يا ست البنات، يا سكر الدنيا، عندي ليكوا النهارده قصتين حلوين قوي وهيعلمونا حاجات حلوة قوي. كان في اتوبيس كان ماشي في طريق فيه برق كتير قوي وبرق ورعد كتير قوي، فالسواق استغرب جدا ووقف وقال اكيد يا جماعة في حد معانا الموت عايزه والبرق مش هيسيبنا طول ما هو موجود، وطلب من الركاب ان هما ينزلوا واحد واحد يلمسوا الشجرة البعيدة ويرجعوا، واللي البرق هيضرب عنده الشجرة يبقى هو ده المقصود عشان كلنا ننجو. الركاب كلهم نزلوا واحد ورا التاني، لمسوا الشجرة ورجعوا بسلام لغاية ما فضل آخر راجل في الأتوبيس. نزل وهو ميت من الرعب وعمال يدعي وخايف وحاسس ان نهايته جت وانه ممكن هو ده اللي مقصود. واول ما وصل عند الشجرة ولمسها البرق ضرب الاتوبيس كله وكل اللي فيه ماتوا. فالعبرة ايه بقى؟ ربنا كان مقدر ان الراجل ده بوجوده كان يحمي الاتوبيس طول الطريق، والبرق كان مستني نزوله عشان ينفذ امر ربنا. عشان كده اقدار ربنا مفيهاش غلطة 1%. والحاجة اللي انت شايفها شر ليك او ابتلاء صعب ممكن تكون هي عين النجاة وانتي مش عارفة. فلما الدنيا تيجي عليكي وتحسي انك عملتي كل حاجة عشان تغيري الحد ده ما بيتغيرش، عشان تغيري حاجة والحاجة دي ما تتغيرتش، فسلمي الأقدار ربنا، خدي بالأسباب ودوري على حلول واجتهدي وحاربي واعملي كل اللي عليكي. بس لو المشكلة ما اتحلتش فاعرفي ان ده خير ليكي، والتسليم هنا ده معناه يقين في ربنا وفي قدرته مش سلبية. انت هنا بتقولي يا رب انا عملت كل اللي عليا والباقي عليك يا صاحب التدبير. وشوفي وعد ربنا في القرآن الكريم: بل ومن أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التسليم هنا والإحسان يعني انك تعبدي ربنا حق عبادة وانك تسلمي أمرك لله، وربنا هيرزقك السكينة وعدم الحزن والرضا. مشكلتنا ساعات اننا بنوقف حياتنا كلها ونفضل خانقين نفسنا لغاية لما المشكلة تتحل، مش عايزين لا نرضى ولا ننبسط غير لما المشكلة او الابتلاء اللي احنا فيهم ده يروح. تخيلي حياتك كده زي الشجرة الجميلة فيها اشجار حلوة ومثمرة بس فيها حتة من السور مكسورة، انتي بقى سايبة الورد والشجر والجمال والقعدة الحلوة والهوا الجميل ومركزة بس على حتة السور المكسورة، وتقولي يا لو السور ده اتعدل هستمتع بجمال الحديقة اللي انا قاعدة فيها. بس انتي بكده بتضيع عمرك منتظرة حتة ناقصة تتظبط. استمتعي بالحديقة لوحدك والروايح والمنظر الجميل، واجتهدي ان انت تصلحي الحتة المكسورة دي. عرفتي معرفتيش خلاص بطلي تركزي معاها وسلمي امرك لربنا وان شاء الله يجي اللي يصلحها، او يعني مش شخص يعني يجي اللي يصلح الحديقة ولله المثل الاعلى هو يصلح لك الحاجة او الابتلاء اللي عندك اللي ناقص في حياتك. فاحنا محتاجين نسلم لربنا. عملتي كل حاجة مع جوزك وهو برضو لسه صعب ومش عارفة تغيريه، سلمي امرك لربنا وادعي له ان ربنا يصلح له الحال في الوقت المناسب ليه اللي ربنا شايفه صح. تعبتي من محاولاتك في ان انت تصلحي ولادك وان انت تدليهم على الطريق الصح، سلمي امرك لربنا وادعي لهم وربنا هيصلح لهم الحال. ربنا ربى سيدنا موسى في بيت فرعون، ادعي ان ربنا يربي لك عيالك، لان محدش بيربي حد، احنا بنعمل اللي علينا بس مش اكتر من كده، احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا. ربنا هو اللي بيصلح الحال وهو اللي بيصلح القلوب وهو اللي بيربي، فاحنا بس بنعمل اللي علينا بس. فسلمي امرك لربنا وادعي لهم بصلاح الحال. احنا معلناش غير السعي وبس، وعارفين ايه الجانب الحلو في الابتلاء، وعارفين احنا ليه اصلا محتاجين الابتلاءات في حياتنا. لو ربنا ليه بيحط لنا الابتلاءات في حياتنا عشان نقرب منه، عشان ندعيله. لو كل حاجة في حياتك كاملة وجميلة هتتمني ليه وهتحلمي ليه وهتقربي من ربنا ليه وهتدعي ليه. لو كل حاجة حلوة في حياتك هتبقى جنة اصلا مش دنيا. فادعي وانت عندك يقين ان ربنا هيحقق لك دعاكي، وبلاش شكوى
وقلق وتعب، انتي اعملي اللي عليكي وارضي بقضاء ربنا وقدره. ده كمان بيبين لنا وبيوضح لنا ان في ناس كتير قوي عندها ابتلاءات اكتر منك بكتير جدا، ومع ذلك راضيين ومبسوطين وحامدين ربنا وشاكرينه، عشان عارفين ان ده خير، عشان مسلمين امرهم لربنا، عشان عارفين ان ده هو الاصلح ليهم. السكينة والهدوء مش هيجوا لما كل حاجة تكمل، لان اصلا الدنيا مفيهاش كمال، الكمال لله وحده. السكينة هتيجي لما تبطلي تنتظري الكمال، لما تبطلي تستني ان حياتك تبقى حلوة 100%. السكينة والهدوء هتيجي لما تتصالحي مع اللحظة اللي انت عايشة فيها ومع الابتلاء اللي في حياتك، وتحمدي ربنا عليه وتسعي ان هو يتغير وانت مسلمة امرك لربنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. فالشكوى بتجيب طاقة سلبية واكتئاب، والشكر والحمد والامتنان لربنا هو ده اللي بيجيب الخير والبركة والرزق. فاحمدي ربنا على الصعب قبل الحلو، فقدري قيمة النعمة اللي في حياتك. احنا غرقانين في نعم ربنا علينا واحنا مش حاسين، فاحمدي ربنا على كل حاجة في حياتك. للأسف احنا ما بنقدرش نعمل الحاجة ولا قيمتها غير لما بتروح مننا. فربنا يا رب يحفظ لنا كل حبايبنا ويحفظنا بصحة وبسلام، ونحمد ربنا دايما على كل حاجة في حياتنا. فخففي همك وخلي يقينك بالله أعمق من كده، فسيبي أمورك تمشي وبطلي ان انتي توقفي لحظات سعادتك لحد ما الحاجة اللي ناقصة في حياتك دي تكتمل، لان هي عمرها ما هتكتمل، انتي بس بتسعي. ولو الحاجة اللي انتي اكتملت او اتصلحت هتلاقي حاجة باظت من الناحية التانية. ما هي الدنيا دي مش هتاخدي فيها كل حاجة، ولازم تعرفي ان انتي عشان تحصلي على حاجة لازم تفقدي حاجة، لازم تدفعي التمن، لان احنا مش في الجنة. وانتي مهمتك في الدنيا ان انتي تعبدي ربنا وترضي بقضائه وبس. زي ما كان خرق السفينة نجاة ليهم، وزي ما كان قتل الغلام فايدة لابوه وامه عشان ما يشكش عليهم وما يتعبهمش، وزي ما كان بناء السور فايدة للولدين اليتيمين، اعرفي ان الابتلاء اللي انت فيه ليه فايدة وليه حكمة انت ما تعرفيهاش. وبس كده، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.